السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير. وحشتوني جدا. طلبتوا مني كتير جدا القرص الطرية الفلاحي. النهاردة هعملها لكم على اصولها بطريقة امهاتنا واجدادنا. القرص الطعمة اللي ريحتها تجنن، اللي ما يتشبعش منها، اللي واحدة تجر واحدة كده مع كوباية شاي بحليب وما يتشبعش منها ابدا. النهاردة هنعملها بمنتهى السهولة والبساطة بمقادير موجودة في كل بيت. طبعا تنفع للفطار وتنفع للعشاء وتنفع كمان لأولادنا في المدرسة. حبايب قلبي سموا الله وصلوا على الرسول، ونبدأ في القرص بتاعتنا على طول. بسم الله. هنبدأ الفيديو بتاعنا ومبدئيا كده نكون متفقين مع بعض ان القرص الطرية على اصولها بتتعمل باللبن الرايب. طب ما عندناش لبن رايب يا دنيا، هنعمل ايه؟ ممكن اللبن اللي بيجي من عند اللبان ونغليه ويقطع مننا نستخدمه. طيب ما عنديش ده ولا ده، اعمل ايه؟ البديل معانا هيكون الحليب العادي اللي هو الحليب اللي من عند اللبان او حتى الحليب المعلب. هاخد كوبايتين ونص واحط عليهم كوبايه من كوبايه الزبادي، اي كوبايه زبادي بلدي او من بتاعه السوبر ماركت عادي مفيش مشكله. اللبن بيكون سخن شويه والزبادي بنحطها عليه ونقلبها ونسيبها كده على جنب لحد ما يكون زي اللبن الرايب بالظبط. وهنا معايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، اي نوع متوفر عندك بتستخدميه. هحط له معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر اللي بنحطه للكيك، تمام. وبعد كده احط 4 معالق كبيره مليانه من السكر المطحون. طب انا ما عنديش سكر مطحون، اعمل ايه؟ احط 4 معالق من السكر الخشن، بس هنقلبها في الحليب والزبادي اللي احنا ركناهم من شويه على جنب. يا اما سكر مطحون يا اما سكر خشن، بس الاول هقلبه في الحليب والزبادي. وبعد كده هحط معلقه ونص من الخميره الفوريه. لو احنا في الشتاء معلقه ونص، لو احنا في الصيف معلقه واحده بس، عشان ما تكونش الخميره بتاعتها كتير. خلاص، يبقى لو في الصيف معلقه، احنا في الشتاء دلوقتي يبقى معلقه ونص. وكمان هحط لها في الاخر كده 3 معالق من الحليب البودر. ده اختياري يا جماعه، اللي عايز يحطه يحطه واللي مش عايز بلاش. انا خليته في الاخر علشان ده اختياري، بس هو بيدي طعم حلو قوي للقرص بتاعتنا. قبل ما نقلب كده كل المكونات في بعضها، هنحط الاول نص معلقه كبيره من الملح او معلقه صغيره من الملح. خلاص، يبقى هنحط معلقه صغيره من الملح كمان، وهنقلب كل المكونات الجافه دي في بعضها كويس جدا. بعد كده معايا كوباية مليانة من السمنة على زيت، سمنة بلدي طبعا على زيت عشان تدينا الطعم الفلاحي الحلو. لو ما عندكيش سمنة بلدي ممكن تستخدمي سمنة نباتي على زيت، ممكن سمنة بس، اللي موجود عندك استخدميه. الدقيق مع السمنة هنفركهم مع بعض كده بايدينا لحد ما نحول الدقيق زي حبيبات الرمل كده. لو انت هتعجني على ايديكي هتبسيهم بايديكي كده وتخلي الدقيق يمتزج مع السمنة لحد ما يكون حبيبات زي الرمل كده. انا هنا في العجان هشتغل بيه. هقلبها كده زي ما انتوا شايفين، بصوا بقت عامل زي حبيبات الرمل. وهبدأ بعد كده احط الحليب اللي معايا شوية بشوية صغيرين لحد العجينة ما تتعجن كويس. بصوا شوية بشوية العجينة بتلم وبتسيبي العجان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مميزات العجينة بتاعتنا علشان تبقى كويسة ان هي بتكون طرية زي ما انتوا شايفين كده. العجينة طرية، ما بتلزقش في الايد، وفي نفس الوقت طرية. يعني العجينة طرية هو زي ما انتوا شايفين، لكن ما بتلزقش في ايدي. بصوا شكلها عامل ازاي، تمام كده. كده قوام العجينه مظبوط جدا. هنجيب بقى طبق او بوله ونحط فيه العجينه بتاعتنا. بصوا العجينه في ايدي يا جماعه عامله زي حته الملبن، جميله جدا. هنحطها كده في بوله او طبق، وهغطيها بكيس او بستريتش باي حاجه، وهسيبها تخمر في الشتاء اللي احنا فيه ده ساعه، ولو احنا في الصيف هتخمر نص ساعه بس. احنا دلوقتي في الشتاء فهسيبها ساعه تخمر، وبعد كده نشوف هنعمل مع بعض ايه. هنا العجينة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين خمرت وبقت زي الفل. هنبدأ بقى نجزأها ونقطعها. بمسكها بايدي كده وبقرص عليها زي ما انتوا شايفين علشان القرص كلها تطلع متساوية. بعد كده بمسكها زي ما انتوا شايفين كده وبقرص عليها بايدي، بتطلع لي كورة. الكورة دي باخدها وبحاول ان انا كده المها زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، اعملها زي السرة كده لحد ما الم اطرافها كلها على بعضها واكورها واحطها قدامي. خلاص كده تمام. انا خلاص قطعت كمية العجين اللي معايا كلها، وما شاء الله عملت لي كمية كبيرة وحلوة جدا من القرص. طبعا هسيبها كده حوالي 5 دقايق، وبعد كده لحد ما ترتاح شوية، وبعد كده هنبدأ نبططها واقول لكم هنعمل مع بعض ايه.
لو انتوا عايزين تحشوها بالعجوة، انا بجيب العجوة واحط عليها معلقة من السمنة وشوية من السمسم المتحمص وبعجنها كده بايدي، وبعد كده باخدها واكورها كور. الكور يا ريت تكون متناسبة مع حجم كرة العجين اللي انت عملتيها، علشان ما تكونش كمية العجوة كتيرة قوي على العجين. يعني الكورة بتكون مناسبة، كرة العجوة بتكون مناسبة لكرة العجين. خلاص كده العجينة بتاعتي او القرص اللي انا قطعتها ارتاحت حوالي 5 دقايق. هنبدأ بقى باول واحدة احنا عملناها، يعني نبدأ باول واحدة قطعناها. ببططها تبطيطة بسيطة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده بجيب كرة العجوة برضو ببططها تبطيطة بسيطة كده، وبحط دي فوق دي، وببدأ ألم أطراف العجينة كده فوق العجوة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده ببدأ ألم العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. أهم حاجة ان انا أقفل على العجوة كويس جدا. طبعا انا هحطها في صينية مدهونة زيت، حاجة خفيفة خالص، يعني بتدهين الصينية حاجة خفيفة جدا من الزيت. هنعمل مع بعض واحدة كمان. بنجيب كورة من العجينة ونبططها على ايدينا تبطيطة خفيفة كده، وبعد كده اجيب كورة من العجوة وابططها برضو تبطيطة بسيطة، وبحط كرة العجوة فوق كرة العجين، وببدأ ألم الأطراف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده ببدأ أقفل بإيديا كويس جدا على العجوة علشان ما تخرجش من القرصة واحنا بنسويها. وزي ما قلت لكم الصينية مدهونة دهنة زيت خفيفة، وبرص فيها القرص بتاعتي. هنيجي بقى نعمل القرص السادة العادية خالص. ببططها بكف ايديا كده زي ما انتوا شايفين، بضغط عليها بكف ايديا وبفردها قدامي، بس بتكون بالسمك ده، لا تخلوها اتخن من كده ولا ارفع من كده، علشان يكون قوامها مظبوط معانا تمام. وفي صينية برضو مدهونة زيت وبنحطها. هنعمل مع بعض واحدة كمان، كرة من العجين ونضغط عليها بكف ايدينا كده نبططها، وبعد كده بصوابعنا حاجة خفيفة، وبتكون بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، لا تخينة قوي ولا رفيعة قوي. وبعد كده زي ما قلت لكم صينية مدهونة زيت خفيف، ونبدأ نرص القرص بتاعتنا كلها فيها. القرص بقى اللي معمولة بالعجوة ببدأ كده ابططها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده جوه الصينية. وبعد كده علشان اعلمها عن القرص الساده ببدا اعمل لها شقوق بسيطه كده او حاجات بسيطه، اما بشوكه او بسكينه او باي حاجه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس علشان اميزها عن القرص اللي هي الساده. كده تمام. بعد ما خلصت كميه القرص اللي معايا كلها سواء ساده او بعجوه، بصوا ما شاء الله عملت كميه كبيره جدا، يعني تقريبا يا جماعه 50 قرصه اتعملوا بكيلو دقيق واحد بس. بعد ما كده خلاص خلصنا كمية العجين اللي معانا كلها، هغطيها كده وهسيبها كمان نص ساعة لحد ما تختمر وحجم القرصة يتضاعف كده ويكبر. طبعا في مكان دافي نغطيها ونسيبها على جنب كده. هنا تقريبا بعد ما عدى نص ساعة بس ما شاء الله القرص ارتفعت واختمرت، بقت حجمها متضاعف عن ما كنت انا حطاها في الصينية. بصوا هنسويها ازاي. بصوا يا جماعة، الفرن لازم بيكون متولع قبلها ب10 دقايق، لازم تكوني مولعة الفرن على درجة حرارة 200 قبلها ب10 دقايق. وبعد كده بتحطي القرص في الرف اللي في النص وتولعي لها من تحت. اول ما القرص تقريبا بتاخد 10 دقايق، اول ما القرص تحمر من تحت وتاخد لون احمر حلو، بطفي عليها من تحت واشغل لها شواية من فوق احمر الوش. يبقى التسوية بمنتهى السهولة والبساطة. هنولع الفرن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 200. بنولع من تحت بس الأول، القرص بتاخد حوالي 10 دقايق تحمر الأرضية بتاعتها من تحت، وبعد كده أطفي من تحت وولع لها الشواية من فوق تحمر وشها. والقرص بتاعتنا اول ما بتخرج من الفرن وهي سخنه ببخاخه ميه كده او برشاشه ميه، بنبخ عليها ميه ونغطيها ونسيبها لما تبرد. الحركه دي بنعملها ليه؟ علشان القرص بتاعتنا تفضل طريه من اول واحده لاخر واحده، عمرها ما هتنشف ابدا، وهتفضل طريه جدا لو عملتوا الحركه دي. وهنا القرص بتاعتي بعد ما خلصتها كلها وطلعتها من الفرن، وطبعا رشيت عليها زي ما قلت لكم رشات ميه خفيفه كده وغطيتها وسبتها لما بردت. بصوا القرص ما شاء الله طريه جدا وهشه جدا خفيفه جدا وطعمه جدا 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 بجد يا جماعه. دي القرص الفلاحي على اصولها بطريقه امهاتنا واجدادنا، اللي واحده منها تجر واحده مع كوبايه شاي بحليب او كوبايه شاي، حاجه كده غرام، مفيش اجمل من كده للفطار او للعشاء. الفيديو بتاعنا خلاص خلص. اللي عجبته القرص بتاعتي يا ريت تعملي لايك، مستنياكم تجربوها وتقولي لي ايه رايكم في التعليقات، واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.